بالليل بيحبني، تاني يوم ما بحبكيش، تالت يوم هتقدم لك. لا لا لا، غيرت رأيي. هو مين بالظبط ده؟ مين اللي عنده شيزوفرينيا؟ مين اللي مجنن الناس كلها؟ مين اللي محسسنا ان هو استثنائي؟ مين اللي محسسنا ان هو حياته صعبة قوي؟ اهدى يا غراب، بنتكلم عن برج الجوزاء. الغراب شغال الله ينور، عشان هو احنا جبنا سيرة برج الجوزاء، فبالتالي هو ايه؟ جه على طول. ايه هو برج الجوزاء اصلا؟ انا عملت سيرش كتير قوي، بس دلوقتي عايزه اعرف واقول لكم اللي انا عرفته عن برج الجوزاء. تعالوا نرجع للاساطير وقصص زمان، وبتقول لنا برج الجوزاء برج ايه. كان في 2 توأم اسمهم ايه؟ كاستر وبولكس. الاتنين دول كانوا اخوات، بس هما من ام واحده، بس الاب مختلف. وكانت مامتهم اسمها ليدا، هي ملكه اسبارتا. وكانت في حفله من الحفلات اللي بيعملوها على طول دي، يعني قضت ليله كده مش كويسه مع رئيس الآلهة اللي اسمه زيوس، فبالتالي حملت منه وخلفت مين؟ وخلفت بولكس، اللي هو برضو ايه؟ زي الإله بالظبط، اللي هو وريث الإله، لأن باباه زيوس هو الإله اللي كانوا ايه؟ بيعبدوه. كاستر كان بشر عادي، اما بولكس كان نص اله، لان باباه زيوس ده رئيس الالهه. وزيوس كان معروف ان هو بيتنكر وبيحب يتجوز البشر، زي الجوزاء بالظبط. زي ما قلت لكم، بالليل هتجوزك، تاني يوم لا.